السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا صباح العسل وصباح التفاؤل وصباح كل حاجة حلوة على عيونكم. معايا فيديو النهاردة هيعجبك خالص، خليكي معايا كده لاخر الفيديو. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلك على طول. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف معايا ايه النهاردة. اول حاجه كده هبدا بيها هي التتبيلات بتاعه الفراخ. لما تكون عندك فراخ كده تبليها الاول وبعد كده ابدأي في اي حاجه تانية عندك. اول حاجه خالص معايا كده فرخه كده مقلوظه كده وحلوه. جبتها كده وغسلتها حلو جدا وقطعتها زي ما انت عايزه بالظبط. يلا بقى كده نجيب الصينيه بتاعتنا ونيجي بقى علشان نعمل لها الخلطه الجباره اللي هنعملها فيها. اول حاجه كده معايا دلوقتي يجي 4 ليمونات امسكهم كده اشققهم واعصرهم، يعني يجي مثلا ايه، شفت الفنجان اللي هو بتاع القهوه، يعني مثلا يملاه او يبقى ناقص مثلا شويه. هعصرهم كده واشيل طبعا البذر ده كده اطلعه خالص. وبعد كده معايا كده كام فص من التوم جبتهم ودقتهم برضو هنزلهم عليهم. ومعايا برضو يجي نص كوبايه من الزيت. وكمان يجي 3 4 معالق كده من دبس الرمان، ومعايا معلقة بس مش مليانة قوي من عسل النحل. ما تخافيش من عسل النحل، مش بيبان خالص طعمه في الفراخ، بس بيديله كده طعم حلو خالص وبيسوي معاك الفراخ. بصراحة بيفرق خالص معاك. معايا كده واحدة كمان من مرقة الدجاج برضو هنزلها على طول. ويلا بقى نحط البهارات اللي معانا. شفت الخلطة اللي احنا كنا عاملينها اللي هي البهارات الكام نوع ده؟ دي انا بعتمدها في كل الاكلات والفراخ المشوية واي حاجة عندي بشويها وجميع الاكل. وكمان كنت خلطة كده كام حباية من الطماطم هنزلهم دلوقتي. لو عندك صلصة ومش عايزة تخلطي طماطم لسه ولا كده ممكن تحط صلصة. بهاراتنا ايه بقى؟ طبعا زي ما قلت لك الخلطة اللي احنا كنا عاملينها، وزودت كمان شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسود وظبطت الملح بتاعي وشوية كمان من الكركم. دلوقتي بقى هبدأ ان انا انزل دلوقتي كده الفراخ على طول، بس قبل ما انزلها هديلها كده يعني ايه، هفضل اشقق فيها كده بالسكينة لحد ما السكينة توصل للعظم. ده حاجة مهمة جدا، لازم السكينة توصل للعظم علشان الخلطة اللي احنا عاملينها تدخل كده لحد العظم من جوه وتتبل الفرخة وتخلي طعمها حلو. حطيتها كده ببولة تانية وفضيت عليها شوية من التتبيلة. وكنت عندي بقى شوية بطاطس كده مقطعاهم قطعيهم زي ما انت عاوزة. وحطيتهم وهرصت عليهم على طول الفراخ. ايوه كده حلوة قوي اهو. وهنزل كمان عليها الخلط. معايا بقى كده ورقة من الزبدة هحطها كده عليها. وهلفها كمان، كنت نسيت الحبهان معلش، رجعت حطيته تاني. وهلفها بقى كده بورقة زبدة كده. وبعد كده هلفها بقى بالسلوفان اللي معايا ده، هلفها كده لفة حلوة ورقة واتنين كده. وكان الفرن بتاعي والع وهروح ادخلها على طول وهسيبها. يعني اول ما اولع الفرن كده هولع من فوق ومن تحت، واول ما الفرن يسخن كده هطفي من فوق، وبعد كده هسيب بقى من تحت شغال علشان يسوي لي الفرخة بتاعتي. هنبقى برضو نروح على الفرن تاني ونشوف. دلوقتي انا كنت مولعه، كنت يا دوبك لسه مولعاه. آه، مولعاه من فوق ومن تحت. طفيت بقى كده من فوق لما خلاص حسيت ان الفرن سخن. طفيت من فوق وبعد كده سبته بقى ايه من تحت. هقفل على الفرن وكده اول حاجة خلصت معايا. يلا بقى كده نبدأ في الاكلة التانية. معايا بصلتين حلوين كده محترمين كبار كده. دلوقتي بقى كده هنضفهم حلو واروح اغسلهم ونيجي بقى نقطعهم مع بعض. ايوه كده. بريحكم من صداع. نضفت البصلتين كده وغسلتهم وبعد كده قطعت اول واحدة وديت التانية على طول. هبدأ ان انا دلوقتي اقطع فيه. يلا بقى نولع البوتاجازنا كده ونروح بقى نشتغل عليه. ايوه ايوه بريحكم الصداع بتاعي بس. نولع بقى البوتاجاز دلوقتي ونحط بقى الحل عليه ونبدأ على طول ان احنا نفضل نشوح في البصل ده كده شوية من غير اي مادة دهنية خالص. عايزة تحط زيت، عايزة تحط سمنة، عايزة تحط الاتنين مع بعض، كله ماشي وكله بينفع وكله بيدي طعم حلو. هفضل اقلب في البصل كده شوية لحد ما اطلع الرطوبة اللي فيه واطلع كده ويطلع بخار. وبعد كده هنزل بقى بالزيت اللي معايا.
هديله بقى تقليبه كده لحد ما يدبل، بس انا مش عايزه البصله تحمر خالص، يا دوبك بس كده هتدبل. وهجيب بقى التوابل بتاعتي دلوقتي وهنزلها على طول على البصل. شويه بقى من البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض، وكمان واحده كده من مرقه الدجاج برضو، لو مش حباها استبعدها خالص ما تحطهاش في اكلك. وهنزل كمان الملح. عايزة تحطي كركم حطي، بس أنا بصراحة يعني مش بحب أحط له كركم قد كده. وحطيت كمان الحبهان، وبعد الحبهان بتاعك علشان لما يجي كده الرز يغلي هيطلع فوق الوش، وتبقي تحوشي الحبهان عشان ما يجيش تحت ضرس حد. معايا بقى بسلة دلوقتي أنا كنت مفرزاها أصلا في الفريزر وكانت متلجة. والجزر كمان أهو هديله بس شوية. شفت أنا حطيت حبة مية قد إيه، حاجة كده صغيرة خالص خالص. شفت الفراخ بتاعتي كانت خلاص، كانت دخلت في السوا. وكمان شلت من عليها كده السلوفان علشان تاخد لون حلو. بس هي لسه ما خدتش برضو اللون اللي هو، فهسيبها في الفرن شوية لحد ما تاخد لون كويس. كان خلاص البسلة والجزر بتاعي كانوا خلاص يعني استووا كده. وهم اصلا انا قبل ما بحط البسلة في الفريزر ببقى عطيالها كده غلوة او اتنين. تمام. فهي اصلا يعني ما عادتش كتير على البوتاجاز قبل ما احط عليها الرز. هي يعتبر اصلا كانت مستويه. وبعد كده بقى كنت غاسله رز مصري عادي. غسلاه حلو جدا، وهحطه بقى كده ايه، هنزله كده على البسله والجزر والبصل. وهقلب فيهم شويه كده. طبعا احنا خلاص اتعودنا وعرفنا ساعه ما بتحطي الرز لازم تقلبي فيه شويه تطلعي الرطوبه منه علشان يبقى الرز مفلفل معاكي. بس كده خلاص. هنفضل بقى نقلب فيه كده بعد ما حطينا الرز على الخضار اللي معانا. هنفضل نقلب فيه كده ونظبط الملح بتاعه. دوقي بقى في الوقت ده المية بتاعتك وشوفي ان كانت حدها حلو خلاص تمام. ان كانت عايزة لسه ملح حط لها شوية ملح وظبطي الملح بتاعك. وبعد كده اديله تقليبة كده حلوة وغطي عليه وسيبيه اول ما يغلي. اديله برضو تقليبة تاني كده، يعني خلاص اتشرب كده اديله كمان تقليبة. وبعد كده هدي عليه النار وسيبيه بقى مع نفسه. يلا بقى نعمل شوية سلطة جنب الأكل كده. معايا طماطم ومعايا فلفل ومعايا خيار ومعايا جرجير. وهنبدأ بقى نعمل طبقين سلطة كده محترمين جنب الأكل. رغاية أنا رغاية معلش. هبدأ بقى دلوقتي كده أعمل السلطة على طول علشان يعني إيه، تبقى جنب الأكل كده حلوة كده، وشوية عيش بقى وشوية مخلل وحاجات حلوة كده علشان الأكلة تبقى رغاية. يعني أنا نازلة كلام، وحتى في الفيديو كمان نازلة كلام. أعمل إيه بس. هملح بقى السلطة بتاعتي لأن خلاص كنت هحط الغدا. حطيت شوية كمون المرة دي وشوية ملح وهستكفى بكده. ومش هحط أي حاجة تانية على السلطة، هبقى أحط لها بهارات كتير كده وحاجات كتير. بس النهاردة استكفيت بالنوعين دول ملح وكمون وبس، مش هحط حاجة تاني. هفضيهم بقى كده في الأطباق بتاعتي. وحطيت كده طبقين مخلل كده محترمين. ويلا نشوف الرز الجميل بتاعنا بقى. الرز مفلفل طعمه حلو. الخضار اصلا عاطله طعم حلو قوي. بصراحة جربوا الرز بالبسلة والجزر. تحفة تحفة بجد. لو عملتيه مرة صدقيني هتعمليها على طول. ايوه كده منظر بقى عشان الشياكة بقى والحركات. افضي كده في طبق غويط شوية. وبعد كده اقوم جاية قلبها بقى ايه على الطبق ده. يعني شوية شياكة كده. ايوه كده. كان الصحن كان مولع نار. حطيت الفوطة على ايدي عشان اقدر امسكه. يوه والله كان مولع نار. والفراخ بتاعتي كمان كانت خدت لون كمان شوية كده. طبعا لما شفناها مع بعض ما كانتش واخدة اللون ده. انما دلوقتي بقى لونها جميل جدا جدا. والبطاطس كمان تحت، انتوا عارفين بقى البطاطس اللي تحتها دي اتاكلت قبل الفراخ. بصراحة كان طعمها حلو وشاربة من التتبيلة. والحدق بتاعها حلو، لا عدبة ولا حادقة زيادة عن اللزوم. وحاجة كده بصراحة حلوة. البطاطس بقولك اتاكلت قبل الفراخ كمان. جربي الطريقة ديت واعتمديها. بصراحة هتعجبك جدا جدا. بس كده كنت رصيت الاكل بتاعي بقى. يلا بقى كده نحط العيش وخلاص، وكده الفيديو بتاعنا خلص، وكده الغدا بتاعنا خلص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون الغدا عجبكم. بتمنى طبعا ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم. ويا ريت بقى الفيديو لو عجبك ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة.
وتفعلي الجرس علشان أي حاجة جديدة توصل لك على طول. بحبكم في الله. السلام عليكم. الله على شكل الأكل جميل. ألف هنا وشفا على كل اللي كل منه. السلام عليكم.